فضيلة الشيخ الدكتور عايض بن عبد الله القرني الداعية الإسلامي المعروف. حياكم الله شيخ عايض. اهلا وسهلا، حياكم الله وحيا الله ضيفك والاخوه المشاهدين. الله يحييك ويبارك فيك. صراحه نحن سعداء بمداخلتك معنا في برنامج الشيخ عايض، ولعلنا بدايه سمعنا نحن وياكم وقرانا وشاهدنا ما كتب في تويتر من الاساءه للنبي عليه الصلاه والسلام والسب للذات الالهيه. تعليق الشيخ عايض حول ما قرأ وما سمع. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وشكر الله لكم قناة المرطاب على هذا الجهد المبارك، ولفضيلة الشيخ فهد وللإخوة المشاهدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أنصار دينه والذابين عن حرماته وخدام ملته. والحقيقة أن الذي قرأنا وسمعنا تقشعر له الأبدان وتندى له جبين كل مسلم، وواجب على كل مسلم يخاف الله سبحانه وتعالى ويتقيه ويرجو لقاءه أن يغضب وأن يثأر لنبيه عليه الصلاة والسلام، بل الذات الإلهية المقدسة جل في علاه ربنا لا إله إلا هو ولا رب سواه. والحقيقة أن هناك نقاط أريد بعد الاطلاع على ما كتبه هذا الآثم المجرم المفتري عليه من الله ما يستحق، ونبرأ إلى الله من فعله ونسأل الله أن يعامله بما هو أهله. فإن أول ما أقول الذي ركز عليه بعد الاطلاع على ما كتب هو تعرضه لجناب الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكما تعلمون قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. بل إن من المحققين كابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن لا توبة له، وقد حقق ذلك في الصارم المسلول على شاتم الرسول. وكان حقه صلى الله عليه وسلم أن يطاع وأن يحترم وأن يوقر وأن يكثر من الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، وأن يعرف حقه في الأمة، وأن يقدر حق قدره بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. فنحن فداؤه بأرواحنا ودمائنا وأموالنا وأهلنا، بل كل العالم فداؤه القاصي والداني. كما قلت سابقا: إن كنت أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم، فلست فناظر من منظر حسن ولا تفوه بالقول السبيل فمي. وهنا أريد أن أوجه عبر قناتكم الفاضلة الرائدة رسائل. الرسالة الأولى لدولة التوحيد، دولة الإسلام، المملكة العربية السعودية، فإن حامية للإسلام وللدين، وهي قامت على الكتاب والسنة، أن تثأر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقوم قومة صادقة. فإن أحدنا لا يرضى أن يسب مسؤول أو وزير أو أمير أو عالم، فكيف سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام؟ وكيف بمن طهره الله وزكاه ورضيه وأخرجنا به من الظلمات إلى النور وهدانا برسالته صلى الله عليه وسلم المعصوم، خير من وطأ الثرى عليه الصلاة والسلام. فالواجب أن يتخذ موقف من هذا الآثم الشرير ليرتدع هو وأمثاله، خاصة وهذا العجب العجاب أنه في بلاد الوحي وفي مهد التوحيد وفي يعني ديار محمد عليه الصلاة والسلام. الثاني رسالة العلماء: أين علماؤنا؟ نريد بيانا يردع هذا وأمثاله استنكارا وتنديدا وبيانا للناس ونهضة وحكما. وأريد أن يسلم هذا الرجل وإلى القضاء مباشرة ويحكم فيه ويقدم للعدالة، فنحن في دولة تحكم بالكتاب والسنة والشريعة. عاجلا غير آجل يؤتى به ليكون عبرة للمعتبرين، ويوقف أمام القضاء ويؤخذ منه من أمثاله بالقوة وبالعدل الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. ثم أنادي إخواني الدعاة والكتاب والصحفيين وكل من له مشاركة من الأدباء والشعراء ينصر الله، فإن نصر الله سبحانه وتعالى يتأتى باليد وباللسان وبالقلم وبالخطبة وبالموعظة وبالقصيدة. حتى ورد في السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أناسا نصروا الله بأيديهم أفلا تنصروه بألسنتكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقام حسان وقال: أنا لها. وقال حسان: يا رسول الله، إن معي لسان لو وضعته على حجر لفلق ولا على شعر لحلق، كما ورد عند ابن كثير. وصح في الصحيح عند البخاري: ارجوهم وروح القدس يؤيدك. فأرجو من جميع من يحمل في قلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم قومة صادقة وينكر ولا أشنع ولا أفظع من هذا العمل الفظيع الذي قام به هذا الدني الرخيص، عليه من الله ما يستحقه. آمين آمين. فإنه قد أزعج كل مسلم ومسلمة. صحيح. ورجاء أن تكثف البرامج، وشكرا لكم على خطوتكم هذه،
والذي ينتظر طلبة العلم. وأنا في مكة وقد جلست مع بعض المشايخ والعلماء والدعاة، ننتظر العدالة وننتظر أن يقدم للقضاء، وننتظر فيه يوما أسود حتى يرتدع هو أمثاله. صحيح. نعم. كنا نحارب أعداء الإسلام في السويد والدنمارك وأمثالها، والآن ظهر لنا في جزيرة العرب في دولة التوحيد في مهبط الوحي والرسالة هذا الشرير الآثم، فكيف نسكت؟ آن لنا أن نعلنها قوية ونعترض، وكل مسؤول عند الله الساكت. نعم. صحيح. إذا سكت فإنه مسؤول، ولذلك لا يؤمن أحدكم كما في حديث صحيح حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إذا لم يكن عرض الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم عندك من عرض أبيك وعرض أمك وعرض أخيك وعرض ابنك وعرضك أنت، فلا خير فيك. راجع إسلامك وتب إلى الله كما يقول حسان: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. فهذا الذي أريد أن أجيب في هذا، وننتظر مواقف مشهورة بإذن الله شيخ عايض. بإذن الله. نعم تفضل. بإذن الله. طيب شيخ عايض، هل فعلا من أمن العقوبة أساء الأدب؟ بلا شك. نعم. أن السفهاء إذا لم يؤخذ على أيديهم نعم فإنهم سوف يتطاولون، وسوف يخرج رويبضة غير هذا وشرير من أمثاله، وسوف يتجرؤون قاتلهم الله. لكن إذا أخذ هذا، وهذا واجب شرعي، وأنا متوقع هذا من دولتنا رعاها الله، من ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، أن يوجه القضاء الآن فورا لإلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة. بالله عليكم ماذا بقي علينا إذا مس جنابه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم. ما أصبح هناك بعد هذه، إذا انتهكت هذه المقدسات ما عاد هناك احترام ولا عرض ولا شرف ولا مروءة. ماذا ننتظر؟ أجل شيء وأشرف شيء بعد ما لله سبحانه وتعالى من قداسة ومن تأليه ومن ربوبية ومن أسماء وصفات جل في علاه لا إله إلا هو، ثم رسولنا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم الذي خضع له عليه الصلاة والسلام العلماء والحكماء والأدباء والملوك، وكانوا بل إن ذكر صاحب الشفاء في حقوق المصطفى القاضي عياض أمثلة للسلف في توقيرهم لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فقول: إذا لم نرى موقفا ملموسا راجعا من هذا الشرير ويؤخذ على يديه، الآن يحاكم الناس على الأراضي، ويحاكمون إذا ضرب أحدهم الآخر، أو إذا تكلم أحدهم على العمدة أو شيخ القبيلة أو على أي أحد من الناس، أو لو تكلم حتى على أي إنسان. فكيف سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم الذي تعرض لجناب كفر مخرج من الملة، وهو من النواقض الذي ذكر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم على الشيخ مفتي الديار السعودية رحمه الله، والذي حققه شيخ الإسلام ابن تيمية: ناقض مخرج من الملة. فماذا ننتظر؟ نحن بانتظار موقف مسدد رشيد في هذه المسألة بإذن الله. طيب شيخ عايض، لعلي أختم معك شيخ عايض، قرأنا اليوم في تويتر عبر حساب جوال وطني أنه تم إيقافه عن الكتابة، هل هذا يكفي من تعرض لجناب الله وجناب رسوله عليه الصلاة والسلام؟ هذا كلام فارغ وكلام فاضي وكلام هذا تهوين، وهذا هزال وهذه هزيمة. يوقف من التويتر. هو سب أحد يعني عادي؟ هو مثل الخصومة بينه وبين جاره؟ هذا في الدين، في القداسة، في الملة، خروج من الإسلام، كفر بالله عز وجل. لا يكفي هذا عند العلماء بالإجماع. واقرأوا ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، وما نقله عن مالك وعن أحمد وعن الشافعي وعن أبي حنيفة وعلماء الإسلام بالآية. أبدا لا يكفي أن يوقف في القضاء أمام القاضي، يقدم العدالة ويحكم فيه بحكم الله. نحن نرضى بحكم الله. صحيح. نرضى بما يقول قضاتنا فيه. نعم. ويعلن الحكم في التلفزيون وفي الصحف وينشر في الناس في القنوات. نرضى بحكم الله، لا نعم. حكم نعم. إلا لله ثم لرسوله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. شكر الله لكم شيخنا الشيخ الدكتور عايض بن عبد الله القرني. شكرا لك. بارك الله فيك.